صدقوني يا البنات كنت متخوفة انها ما تنجحليش فينالمون جات تهبل. قلت علاه ما شاركهاش مع حبيباتي وغالياتي. اول حاجه يا البنات الوصفه هذه كما حبيتوا سموها، انا كي قاعده نقلي فيها ولادي يقول لي ماما هذا سمبوسك وهو نورمالمون بوراك العجين. العجينه واش عندنا فيها لاباط بريتو يا البنات، عندنا فيها كيله تاع حليب وكيله تاع زبده ذايبه، درت لابال يا البنات. ونكهت العجينه ببعض التوابل اللي كانت عندي، درت توابل تاع الدجاج وشويه تاع راس الحانوت ونصف مكعب تاع جامبو. البنات مكعب جامبو راني نقول لكم طيبوا به على ضمانتي، راه ماهوش ريحته هذيك القاصحه، قد ما نطيب به يبنن لي الماكله وتجيني تهبل. فهمتوني، هو وقتاش يجي ريحته قاصحه كي طيبي به وحده. مي كي ديري به تعاوني به يقعد عندك مثلا طرف الدجاج وتحبي تزكي عفوا تحبي تزكي النكهه، اكيد راح يجيكم بنين. خلونا في الوصفه تاعنا. زدت معها الملح يا البنات، زدت معها الملح كما قلت لكم، ومن بعد نبقى نضيف الفرينه حتى نتحصل على العجينه تكون شويه طريه. البنات هنا السر في انه ينجح لكم بوراك العجين، في انها العجينه لازم تخليها ترتاح. شوفوا من نصف ساعه حتى لساعه، انا خليتها ارتاحت خيرات ربي. من بعد يا البنات خليتها ارتاحت برا، اسمعوا برد الحال. كي تعودوا في زمان سخانه بيان سور حطوها في الفريجيدير. شوفوا البنات من بعد وانا نخدم فيها جتني كي شغل لك قاعده نخدم، جتني فيها ريحه القراوش، ريحه فهمتوني. مي المملحه هذه نسموها مملحه اكيد مالحه. كما شفتوا معايا لميتها في البابي فيلم، من جهه واحده اخرى حطيتها قلت لكم ترتاح. خلوها لازم ترتاح، انا مش راح ديريها ثم بعد ومن بعد تروحي طبسيها تقولي لا اي ما نجحتيش، لا هنا لازم ترتاح على الاقل نصف ساعه. قلت لكم يا البنات الحشو راح يبقى اختياري، انا هنا الحشو درت على قسط وليداتي. تقدروا ديروا فيونداشي بولي اشي. انا البنات والله شوفوا ساعات كي نعجز اني ندير زوج حشوات، اي نقول حشوه واحده وناكلوها كامل وخلاص. كنت شرشمت البطاطا تاعي. بعد ما شرشمتها كي قاعده نرحي فيها درت فيها كميه من الجبن هكذا باش تجيني بنينه. بطاطا كي نديروا فيها الجبن والملح اكيد راح تجي بنينه. وجدت كل الاجبان اللي كانت عندي. هنا لا بيريود هذه البنات تاع الامتحانات حبيت نفرحهم شويه هكذا، وكما قلت لكم حبيت انقلشها، وهذا هما واش يحبوا الولاد الصغار. هنا البنات حكمت بسطها كامله، وكي تبسطوها ديروا معها الفرينه. انا خفت شويه لا تلصق لي، مي درت الفرينه جات على الكيف يا البنات، قسمتها وبقيت هنا ندير في الحشو. هنا البنات في الاول كنت درتها كوم سيجار، ومن بعد قلت لا بنت لي جات شويه بالك تجي خشينه كي نقليها ولا، قلت عليه ما نديرهاش مثلثات. بدلت الشكل تاعها كيما راكم تشوفوا هكذا، وتقدري تتفني في الشكل كيما حبيتي. انا حطيت البطاطا تاعي ودرت يا البنات كل انواع الاجبال اللي عندي، درت الموتزا، درت تشيزي، درت هذاك موندور، المهم فرمجتها لهم قالعوا مفرمجة فرميج. واش نقول لكم يا حبيباتي؟ واذا وصلتي هنا ما زلتي ما اشتركتيش في القناه اشتركي ان شاء الله وفعلي الجرس كذا باش يلحقك كل جديد وتوصلك الوصفات البسيطه الناجحه مليار في المية. واذا حبيتي ايضا روتينات ارواحي راح نخلي لك القناه يوميات ولمسات ام محمد، والقناه الثانيه للروتينات رانا فيها خيرة ربي. انضمي لينا هكذا باش منا تلقاي الوصفات سهله ومنا تلقاي الروتينات كي تحبي تنحي على خاطرك. كما شفتوا هنا بدلت شويه الشكل، حكمت قصيتها بالطريقه هذه، ومن بعد يا البنات نقفلها هكذا على الحاشيه ونحطها كالمثلث كي سمبوس كي سا ديبون ما بيليش كيفاش يقولوا لها. وهنا البنات لازم يكون الزيت سخون وغزير. قليتها كيما راكم تشوفوا يعني ما تحلت ما صار لها حتى شيء. البنات انا هنا كي بدات تنفخلي فرحت، نحب الانتفاخات هذه البنات اللي تجي هكذا في العجينه باسكو بعديك راح تعطيك واحد القرمشه. هنا قليتها وسقيتها رافقتها بلا سوب يا البنات. هنا لا سوب درت تاع البطاطا وزروديه جاني بنين عسل. شوفوا البنات هاي بعد ما قسمتها معاكم راي مقرمشه. دوماج ما قدرتش نسمعكم الصوت هنا، مي تقدروا تتفضلوا على انستغرام هكذا باش نشارك معاكم دي ستوري وكل حاجه على المباشر. حبيباتي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله واستمتعتوا. ما تنساوش تخلوا لي جيم وتعليق من عندكم يا غالياتي، والسلام عليكم.